لمّا رح تنزل هاي الوصفة رح يكون إن شاء الله سَبَت ورمضان، فكل عام وأنتم بخير وينعاد عليكم يا رب الصحة والعافية. أول طبق بشهر رمضان الكريم هو فتة الدجاج، متل ما بتعرفوا هاي الوصفة كتير سهلة وما بدها تحضير كتير، وطيبة كمان وفينا نقدّمها بشهر رمضان أو كمان بأي وقت فينا ناكلها، يعني متعددة الفصول. يالّا خلّينا نروح نشوف المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة أول شي للدجاج أنا استخدمت فخدتين دجاج، فيكم تستخدموا كمان الصدور حسب بتوفر عندكم في البيت، غسلتن منيح وحطيتن على النار وشِلت الزفرة وضفت المطيبات اللي هي متل ما بتعرفوا البصل وأعواد القرفة وورق الغار وحب الأسود، حب الفلفل الأسود والقرنفل وحب الهيل. بدنا نضيف كمان لإلن معلقة كبيرة فلفل مشكّل أو اللي هو البهار الحلبي. وضِفت كمان معلقة طعام ملح، وهلأ بدنا نغطّي الطنجرة ونترك الدجاج يستوي. لبين ما يستوي عنا الدجاج بدنا نبتدي بالخطوة التانية وهي تقطيع الخبز، أنا عم باستخدم هون الخبز الأسمر، فيكم تستخدموا أي نوع خبز متوفر عندكم في البيت، وبتعرفوا الفتة أساسها هو الخبز المحمّص، فعم باقطّع الخبز لمكعبات وبعدها باحطّه بالair fryer فيكم كمان تقلوهم بالزيت، وفيكم كمان تحطّوهم بالفرن، هذا الشي بيرجع لإلكم، بس أنا بافضّل الair fryer لإني ما بنحتاج نستخدم لا زيت، باحطّه دغري بالair fryer وباتركه تقريبًا 8 دقايق على درجة حرارة 160 بيطلع عندي مقرمش وكتير طيب. لبين ما يتحمّص عنا الخبز بالair fryer وكمان يستوي الدجاج رح نبلّش بالمرحلة التالتة وهي نقع الرز، حطّيت كاسة رز، الرز عم باستخدمه الرز الحبّة القصيرة، وحطيت له غسلته كتير منيح وحطيت له مَي فاترة وراح أتركه ينتقع حوالي نُص ساعة. وهلأ صار وقت ننتقل للمرحلة الرابعة وهي اللبن اللي بدنا نضيفه فوق الفتة، الزاني يوجرت وهذا اللبن متوفر بالمحلات الألمانية وخاصةً بالLidl، طبعًا القوام تبعه رائع جدًا متماسك وطعمته كتير قريبة على اللبن العربي وفيه هيك طعم الدسامة وطعمة هيك الزاني اللي هي الكريمة. هذا السَّطل اللي بييجي تقريبًا كيلو، نحن بدنا نستخدم نص كيلو منّه، حطيت حوالي نص كيلو بصحن غميق، ضِفت للبن معلقة طعام طحينة، الطحينة رح تعطي اللبن نكهة كتير طيبة، ضِفت كمان معلقة كبيرة توم مهروس، اللي ما بيحب نكهة التوم مع اللبن فيه يستغني عنّه، هذا الشي بيرجع لإلكن، وبعدها خلطت التوم المهروس مع الطحينة مع اللبن كتير منيح، طبعًا بهالمرحلة هي ما ضِفت الملح لإني لسه بدي أضيف من مرقة الدجاج، وحرِّك مرقة الدجاج already فيها ملح، وبعدها بادوق إذا رح أحتاج أضيف ملح والّا لأ. ضِفت حوالي كاستين من مرقة سلق الدجاج، وكمان الواحد بيضل بيحرِّك أو بيضل بيضيف لبين ما يحصل على القوام المطلوب اللي هو يكون هيك كثيف بس ما يكون كمان مريء. بعد ما نوصل للقوام المطلوب للبن وندوق كمان ملحه ونشوفه خلص ما عاد ناقصه شي، بنبلش بنحضّر فتة الدجاج ونطبّقها، بدنا نجيب الصحن اللي بدنا نقدّم فيه الفتة، أنا بافضّل البايركس لإنه بيطلع شكله أحلى، وبدنا نحط الخبز المحمّص بأسفل الصحن، رتّبت الخبز بحوالي ربع كاسة من مرق الدجاج مشان هيك يترطّب الخبز وتعطيه كمان نكهة كتير طيبة. وبعدها ضِفت الرز اللي طبخته، طبعًا أنا ما عرضت لكم طبخ الرز لإن عشان ما أطوّل عليكم الفيديو كتير، بس الرز طبخناه عادي متل أي رز بنعمله جنب الفاصوليا أو الملوخية أو البامية، راح أحط لكم كمان لينك طبخ الرز بأسفل الفيديو بصندوق الوصف مشان اللي حابب يطّلع على طريقة طبخ الرز كمان يطّلع عليها. بالنسبة للدجاج طبعًا بننضّفه من العضم وبنقطّعه قطع صغيرة وبنحطّه فوق الرز، وهلأ صار وقت نضيف الطبقة الرابعة واللي هي صوص اللبن اللي سبق وحضّرناه، ضفت اللبن فوق الدجاج وبدنا نغطّي الطبق تغطاية كاملة
لإني إذا ما حطينا كمية كافية من اللبن رح تطلع الفتة ناشفة وما رح تطلع طيبة. بالنسبة لتزيين الطبق حسب الرغبة زيّنته بالبقدونس المفروم، وقلّيت شوية كاجو وحطيتن على الوش، متل ما قُلت لكم دايمًا التزيين حسب الرغبة، فيكم كمان ترشوا عليهم شوية فليفلة حمرا أو كمون إذا ما متوفر عندكم مكسرات. بيتاكل جنب هالطبق فليفلة خضرا أو جرجير، وبتاكل كمان سلطة، طبق كتير شهي وطيب ولذيذ، وفيكن هيك تحضروه بسرعة برمضان. ومرّة تانية كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم على الجميع، لا تنسونا من دعائكم، ويا ريت هيك مع دعائكم يكون في لايك وتعليق حلو متلكن، ونشوفكن على خير ومع السلامة.